السلام عليكم البنات، ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. الفيديو ديال اليوم البنات غادي يكون عباره عن غوب الخروج، غوب حجاب للبنات المحجبات. هاد الغوب هذا البنات انا خدمتها بالثوب نتاع الملحف، حيتاش الملحف فيه 4 المتر ونص. بالنسبه لهاد الغوب هادي شوفوا معايا كيفاش طويتو على الجهه ديال 1 متر ونص ديال العرض. اول حاجه درت البنات قياس الكتفين اللي هو 20 سنتيم، وزدت عليها 8 سنتيم اخر، لحيتاش في هاد الكسوه هادي كيجيو الكتيفات طايحين. بعد البنات ما درت داك القياس الزياده ديال 8 سنتيم البنات، هبطت ب6 ديال السنتيم وربطت النقطه هذيك بالنقطه نتاع الرقبه. بالنسبه للرقبه حددت لها 7 سنتيمتر، ودرت لها في العلو نتاع الرقبه نتاعنا 2 سنتيم، يعني الرسم راه قدامكم واضح وباين. صافي من بعد كنجي من عند هاد النقطه البنات وغادي نهبط كيف ما كتشوفوا. انا حطيت لكم السنتيم قدامكم ب 24 سنتيم، لان نفضل يبقى لي اتساع، لان كناخذ السنتيم في الخياطه والسنتيم في الفصاله البنات. عفوا السنتيم، سمح لي البنات، السنتيم في الخياطه والسنتيم في السورجي هي هذيك. المهم البنات كنجي من اعلى نقطه في الكتف وكنهبط بقياس نتاع هذه. عفوا البنات، القياس اللي كنديرو المحيط الصدر كنديرو هو الاول، كنحدد نقيطه باش كنحدد فوق منها القياس نتاع محيط الصدر، وكنجي كنهبط من تحت داك المحيط الصدر ب10 سنتيم تقريبا. شوفوا فين حددت انا النقطه نتاعي، بحال نقولوا 36 سنتيم هابطه بها انايا. من بعد كندير القياس نتاع محيط الوسط. شوفوا معايا البنات، كناخذ غير ربع نتاع داك القياس اللي خرج ليا. انا ما غاديش نقول لكم هنا القياسات كاملين حتى كيختلف من سيده لسيده. شوفوا معايا كيفاش جا، يعني هكذايا. كيبقى لنا غير واحد شويه. شوفوا ديال الافازي في عفوا كندير انا شويه داخله غير شويه بواحد 2 سنتيم لحد هاد الابط، وكنخرج الافازي كيف ما كتشوفوا، يعني بحال كنجمع هاد الكسوه هادي من الجهه نتاع المحيط الوسط. هاد القياسات هادو باش يجيني بحال شي جيلي تحت الكتيفات نتاعو، هاد الفوقاني نتاع الكسوه نتاعنا. المهم الطريقه راه مشروحه وواضحه قدامكم في الفيديو. يعني انا القياس اللي كيبقى لي هنا شوفوا معايا كتبقى لي 24 سنتيم. من بعد ما كنهبط تحت هذا القياس هذا هوايا نتاع الكتاف، ما كنشدش من فوق لان ديك الساعه تضيق لينا اليد بزاف عاود. صافي من بعد ما رسمت وزدت رسمت محيط الوسط ودرت الخط نتاعي، غادي نطلع مره اخرى لاعلى نقطه في الكتف وغادي نحدد 40 سنتيمتر. هنا بالنسبه للناس اللي قصيرين او الناس اللي متوسطون نتاعهم ما عليكم الا تحطوا لهم في القياس غير 38 سنتيم. انا البنات انا باش هادي نوضح لكم اكثر درت لها 41 سنتيم. اول حاجه البنات على جال السورجي، ثاني حاجه الخياطه، لان عندنا الخياطه تكون في الحزام وفي الكتاف، وكذلك السورجي راكم عارفين انا كندير هكذا احتياطا على حساب السورجي راكم عارفين، لاني ما كنديرش السورجي انا، الاغالب كنديروا عند خياطات اخرين. فصافي كندير القياس الزياده ومن بعد راه فاش كندير السياج راه كنريقل القياسات نتاعي مره اخرى. اول حاجه دابا نقطع الظهر والامام مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. موديل راه واضح بزاف وسهل في الفصاله نتاعو. صافي كندور هكذايا بهذا الشكل هذا وكنكمل التقطاع نتاعي. هنا البنات لاحظتوا راني درت ديك الدخله هذيك ديال اللي كندير في الجنيب كيجي مدور من تحت. صافي هنا من بعد ما كنكمل التقطاع نتاعي كنقاد داك الطرف ديال الثوب اللي بقى ليا باش منو كنخرجوا الكمام البنات، ومنو غنخرج لاجيب نتاعي اللي كتجي لاصقه في الكسوه نتاعنا، حيت الكسوه نتاعنا جاي فيها شكل جيب.
بلي فرونس بزاف. هكذا طلبات الموديل السيده. ان شاء الله فاش غادي ندير لكم جزء الخياطه راكم غتشوفوا الطريقه نتاع الخدمه نتاعو، والاكيد ان شاء الله غادي يعجبكم. بالنسبه للبنات لهنا للرقبه، فانا فتحت قياس سنتيم ونص، ودابا هنايا زدت 4 سنتيم. هذه باش غندير الصدافه في العنق من اللور. فتحت يعني غير داك الخطيطه البنات، راه ماشي تقطعوها مدوره. هذه الصدافه اللي تكون من اللور، لحيت حنا في الكسيوات كنفضل انا العنق يكون مجموع، خصوصا للمرين الدره. دابا هذا عندي الجهه الامام، غادي نقاد لها الطويه هكذا مزيان باش غادي نرسم الرقبه تاع الامام. دائما البنات قادوا الثوب مزيان نتاعكم، لان اي غلطه ولو غير بسيطه راه كيدير لكم الثوب كامل. انا البنات بالنسبه للامام فتحت، شوفوا كنت فتحت كيف ما قلت لكم سنتيم ونص، زدت كملت وصلتها ل7 سنتيم فقط. ديك 7 سنتيم فاش غندي نبطن انايا داك الرقبه نتاعها تولي لي هي هذيك. انا هنا كنت شاده داكشي علاش كملت القطعه نتاعي عادي. صافي غادي نجمع الامام مع الخلف. بالنسبه للتبطين انا عندي غير بي رقيق من نفس الثوب نتاعنا اللي خدامين به غادي نبطن الرقبه. نحيد الروينه اللي حدايا وعاد نكمل الفصاله نتاعي. هنا البنات شوفوا معايا فاش ناخذ الثوب راني غنطويه في العكس، لان كل مورد تقريبا جاي الورد نتاعو يعني باينه الزواقه نتاعو، ما عنديش نخاف انا ندير الزواقه. غادي نقاد الثوب وغنطويه للعكس. لاحظوا معايا باش ندير الكمام كذلك البنت بغاتهم ليا واسعين بزاف ويدار لهم لاستيك في الجهه نتاع الفتحه نتاع الكم. بحال هذا الموديل هذا الصراحه ما كيجيش الاغلبيه، ما كيجيهمش الناس اللي كيكونوا تبارك الله زايدين في الوزن او غلاضين، ما تيجيهمش لانه اصلا كيتلبس واسع. فيفضل البنت اللي يعني الوزن تاعها زايد ما ديرش بحال هاد الموديلات هادو، ما تيجيوش مناسبين مع الاسف، حيت كيزيدوا يبينوا العرض نتاع السيده. صافي شوفوا البنات كنقيس هاد المسافه هادي شحال عندي فيها. هنا لاحظوا معايا عندي فيها 31 سنتيم وهي اللي غنحطها. بالنسبه للبنات الكم نتاعنا، عفوا بعدا البنات، هانتوما يهبط ب 13 سنتيمتر وصافي. غنكمل الرسم نتاعي نتاع الكم. من بعد ما هبطت بديك 13 سنتيمتر اللي قلت لكم عليها كندير خطيط. ولا لاحظتوا معايا هانتوما تشوفوا هنا غناخد المنتصف نتاع هاد القياس هذا، والدوره اللي غندير انا ما غاديش نديرها يعني كبيره. عفوا البنات سمحوا لي كنت، ولكن راني كنمونطي تقريبا حتى لنص الليل باش هكذا يجي الصوت صافي. القياس البنت اللي خديتو كنقسموه على 4. شوفوا معايا كناخد هنا كنهبط بسنتيم فقط، وكذلك كنطلع بسنتيم. يعني احنا في العاده حنا كنهبطو بسنتيم ونص، لان انا باغا التركيز نتاعي يجيني عادي باش نلصق على ديك البليصه هذيك اللي دايره. بالنسبه للطول البنات السيده عندها 60 سنتيمتر، غنقص ديك 10 سنتيم اللي كنا زدناها في الكتاف، غتولي لي غير 50 سنتيم. 50 سنتيم زائد القياس نتاع الاستيك نتاعنا اللي في الكمام، غادي ديروا 4 سنتيم على حسب الاستيك العرض نتاعو 2 سنتيم. عفوا غادي 4 سنتيم ديال لاستيك و2 سنتيم ديال الخياطه، يعني غتولي لنا 56 سنتيمتر. يعني 6 سنتيم راه غتمشي لنا في لاستيك وفي التطراق وفي السورجي. هنا كتخليو الكم عريض بزاف فاش كيجي منفوخ في الكميمات من التحت. صافي بهاد الطريقه انا ساليت الكم نتاعي. غادي نقاد تقطيع ديال الثوب باش غادي نرجع نصوب معكم لاجيب نتاع الكسوه هذه من اسهل ما يكون.
ها نتوما البنات، ها هو الكم. علاش قلت لكم انايا كنديرو الزياده؟ هذا هو القياس اللي مشينا في لاستيك والخياطه. يعني عرجع ان الكم قصير، وحنا اصلا باغيين الكم يكون منفوخ. صافي مباشره ندوزو لاجيب نتاعنا. داكشي ديال الثوب اللي بقى لنا، سواء 2 المتر ونص او شحال ما كان باقي لنا، كنطويه على 4 من الجهه ديال الطول باش كتولي عندي عريضه بزاف. في داك العرض هذاك غادي ناخذ القياس نتاع الطول نتاعنا. بحال دابا نتوما كتكونوا واخدين الطول نتاع الكسوه ديال السيده، كتنقصوا منها داكشي اللي حيدتو في الجزء الفوقاني، وعاد كتحطوا القياس اللي غيبقى لكم لاجيب. بالنسبه لي انا بقات لي 104 سنتيم، حيت البنت طويله بزاف تبارك الله. فهذا هو القياسات نتاعها. وزيد اصلا 2 سنتيم كتشي كيف ما قلت لكم الخياطه والسورجي ديما. انا تنأكد على هذه النقطه حيت بزاف الناس ما كيضربوش الحساب نتاع السورجي او الخياطه، بالتالي كترجع اما كتجي الكسوه قصيره واما كتجي ضيقه. حتى البنات حنا ضروري داك القياس نتاع التوسيع حتى هو ديروه. هنا كذلك البنات، باش تجيني الجيبه نتاعي مقاده في الكسوه، خصني نهديها، نقاد لها حتى من تحت التقطاع نتاعي، يعني باش ما تجيش الكسوه نتاعي فيها الودينات. صافي هنا من بعد ما قطعتها البنات وسالت بالتقطاع تاع الجيب نتاعي، طويتها نحيدها على جنب وغنجمع معاها القطع المتبقيه اللي هما الكمام والرقبه الامام والخلف. بالنسبه للتبطين اللي بغى الطريقه ديال كيفاش كيتفصل التبطين، ما عليكم غير تشوفوا الفيديوهات السابقه. هذا انا الكسوه هذه البنات ما فيهاش تبطين، كيف ما قلت لكم كنحيد الطرف نتاع البيه من الكسوه نتاعي وتنزيدو في من داك من دوك السوائد اللي بقاو لي، وكنبطن به العنق نتاعي. الصدافه عندكم الحريه ديال الاختيار، ولكن انا كنفضل ندير صديفات صغيورين. وبالنسبه للحزام كديروه عادي، كتاخدوا الطرف نتاع الثوب كديروا القياس نتاعو 8 سنتيم وكتقطعوه على الطول مثلا، يعني كيبقى لنا فيه 1.5 متر ديال الطول وكتخيطوه. هادو هما القطع كاملين ديال الكسوه. الا عجبكم الفيديو نتمنى انكم ديروا لايك للفيديو وتخليو لي التعليقات نتاعكم. كانت شي حاجه ما مفهوماش كذلك خليوها لي في التعليقات، غادي نشرح لكم اكثر واكثر. بالنسبه للناس اللي عاد كيشتركوا في القناه او اللي عاد زاروا القناه اول مره، نتمنى انكم تشتركوا فيها وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء، وتتابعوني في التيك توك نتاعي وحسابي الانستغرام وفيسبوك. ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى باذن الله، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم البنات. هذا البنات راه غير ديك الدوره اللي كنديرو باش ما كتجيناش لاجيب فيها الودينات، كيف ما قلت لكم هنا كنديرها في الجزء العلوي فقط للتوضيح. نتلاقاو في الخياطه ان شاء الله.